مساء الخير كل متابعين قناة أسرار كهرمانة. هل في رجوع بعد الفراق أو انفصال بينك وبين الشريك؟ المجموعة الأولى وهي بالكاندل اليلو. نشوف. شايفة ان الشخص ده كان بيحبك وكان في حب كبير من ناحيته ليك، وهو دلوقتي بيحلم انه بعد ما البيت اتهدم، او انتوا كنتوا على علاقة زواج، او كنتوا على مثابة ترسيم بيت، او كنتم مخطوبين، او كنتم بتحلموا يعني بتأسيس بيت، وده كان بدافع الحب القوي اللي كان ما بينكم. شايفة ان حصل انهيار للبيت دوت وما بقاش موجود زي الاول، وان انتوا حصل ما بينكم مشاكل كبيرة جدا، بس الشخص ده لسه فيه في قلبه حب، وبيتمنى ان هو لما يرجع ياخدك ويبعد ويسافر لمكان بعيد تبقى انتوا فيه لوحدكم، او بيقرر او بيفكر ان هو لما يرجع ان هو ياخدك ويبعد في مكان بعيد ويتكلم معاك ويوضح لك هو ليه اتسبب في انهيار البيت او الاحلام او الهدف اللي انتوا كنتم بتسعوا له. شكرا اصحاب المجموعة الاولى. اصحاب المجموعة التانية، هيرجع ولا؟ شايفة هنا سبب البعد بينكم كان طرف ثالث، في حد اتدخل في العلاقة وعمل سحر تفريق. يعني الشخص ده بعد عنكم بسبب سحر. الشخص ده مش قادر يتخلص من طاقات السحر اللي موجودة عنده دلوقتي بسبب سحر التفريق القوي. سحر التفريق على فكرة هو متجدد. الشخص ده عايش في حيرة وتردد ومش عارف يعمل ايه، وده بسبب طاقة السحر القوية اللي اتعملت من الطرف الثالث. فان شاء الله باذن الله لو في تم استشفائه من الاسحار ان شاء الله هيبقى في رجوع وعودة، لان هو واقف تايه ومحتار ومتردد ومش عارف اصلا كل اللي حصل ما بينكم ده حصل ليه. شكرا اصحاب المجموعة التانية اللي اختارت الكاندل البينك. شكرا.